السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المغاربة الأحرار، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة. بونيف ولد أنيتا، بونيف ولد الباغيات الجزائريات اللي كانوا كيخدموا مع فرنسا، اللي الهم ديالو والشغل ديالو الشاغل هو يطلع يسب ويقذف في الشرف ديال المغربيات، كينعت المغربيات بأقدر النعوت، في حين أن بنات بلادو هما أوسخ بشر على وجه الأرض، ما اللي بالفعل هما طواليطات العالم. وهذا الشيء الحمد لله انه بداو الناس كيعرفوه، خصوصا الاخوه العرب اللي كانوا الجزائر ولا الجزائريات دايرين واحد الخطه انهم كيمشيو ويديروا الفساد وكيقولوا احنا مغربيات. هذا الشيء شفتو بعيني، على الاقل في تركيا شفتهم بعيني وسولت وحده فيهم قالت لي مغربيه، وعرفتها من اللهجه ديالها وقلت لها انتيا ماشي مغربيه. على العموم هذاك اللي كيطلع يقذف في شرف المغربيات وكيطلعوا ليه في التعاليق كيشجعوه وكيدعيو معاه وكيقولوا ليه تبارك الله عليك. هذاك اللي كيقول بوسبير كل دقيقه كيعاودها، واللي فت قلت بان بوسبير هو بالفعل دارته فرنسا بالدار البيضاء. كنت قلت مراكش ولكن هو في الحقيقه بباب مراكش بالدار البيضاء، يعني مدينه قديمه في الدار البيضاء، وكخدموا فيه الجزائريات. فرنسا جابت لي زالجيريان لانهم كانوا معروفين وعندهم تاريخ طويل في الدعاره من ايام الاستعمار العثماني. جاو الفرنسيين وكملوا، وبوسعاده اللي هو اكبر بورديل في العالم شاهد عليهم. اللوحه ديال الباغيات الجزائريات واللي هي تباعت كاغلى لوحه في العالم أيضا ديال بيكاسو، هي أيضا تشهد عليهم، لأنه اللوحة شنو مصور فيها الجزائريات عريانات، الأسداء ديالهم كيبانوا ومؤخراتهم وأجزاء أخرى عارية من الأجساد ديالهم، كتشهد عليهم سميتها بائعة الهواء الجزائريات اللوحة. كلها هذه شهادات كتشهد على أنه الجزائر هي أكبر دولة ديال الدعارة في العالم. ومع ذلك كيف كنقولوا اللي فيك يا صفية كتلصقيه فيا. كيخرج لنا بونيف كل يوم بفيديوهات كيقذف في شرف المغربيات الشريفات العفيفات. ما كفاش هذا الشيء، بونيف النكره الجاهل اللي كيخرج يزور في التاريخ وعنده فيديوهات ديال السب والقذف في الاعراض فقط، فهو جاب واحد المحامي بحاله حتى هو على نفس شكلته من نفس النسل ديال اولاد انيطا، ولاد فيلاج اللفت، ولاد بوسعاده. فهادوك جاب واحد المحامي قال لك سيدي هذا المحامي رفع شكايه ضد الملك محمد السادس وضد الحموشي فين؟ بمحكمه العدل الدوليه. علاش رفعوا شكايه ضد الملك وضد الحموشي؟ هذا الشيء طبعا اذا كانت رفعت مجرد اقوال حنا كنعرفوا بانهم ظاهره صوتيه فقط. قال لك سيدي على قبل المهاجرين ديال مليليه، المهاجرين اللي دفعتهم الجزائر وسلحتهم بهذوك المخاطف وداك الشيء ووصاتهم باش يدخلوا يديروا الفوضى في المغرب، وصاتهم السلطات الجزائرية والجيش الجزائري، وصوهم بعد ما دفعوهم للحدود ديال المغرب، وصوهم باش انهم يديروا داك الفوضى ويهجموا على مليليا باش يديروا مشكل ما بين المغرب وإسبانيا، خصوصا وأن الجزائر ديك الساعة كانت يلاه باقي عندها الأمل أنه إسبانيا غتراجع الموقف ديالها. ربما قالوا إلى وقع مشكل ديال المهاجرين غادي إسبانيا تحمل المغرب المسؤولية. تناساو هاد الجوج ديال الأغبياء اللي طالعين كيكذبوا بكل قلة حياء أنه
الجزائر هي المسؤولة، الاتحاد الأوروبي حمل المسؤولية للجزائر، وأيضا إسبانيا حملت المسؤولية للجزائر. وأيضا هادوك المهاجرين صنفوا في إسبانيا على أساس أنهم مهاجرين، لأنهم كانوا هازين أسلحة ممكن أنها تقتل العديد من البشر. هادوك راهم جيش تم تكوينه وتسليحه وتلقينه شنو غادي يدير من طرف الجيش الجزائري. هادشي كلشي ما فكروش فيه هاد الجوج ديال الأغبياء، اللي حتى لو كانت هاد الدعوى القضائية صحيحة، وهو ما أشك فيه، حتى لو كانت صحيحة فستنقلب ضد بلدهم في الحقيقة، لأنه أدلة كثيرة وشهادات ديال هادوك المهاجرين اللي بالفعل دخلوا المليلية، وأيضا المهاجرين اللي بقاو في المغرب واللي تحاكموا في المغرب، أيضا شهادتهم كلها تشهد بما لقنهم وزودهم به الجيش الجزائري. زيد عليه بأن كانت هناك محاولة غير من أيام، محاولة ديال إدخال واحد المهاجر إرهابي سوداني بالكلاشينكوف. واش هاد السوداني جاي هاز كلاشينكوف من السودان؟ طبعا لا. واش كان كيدور في الجزائر هو هاز كلاشينكوف؟ طبعا لا. زود به قبل دخوله مباشرة للمغرب لغرض في نفس يعقوب، كان باغي يدير شي حاجة في المغرب، وربما هناك آخرون. الجزائر بدأت تستهدف المغرب في الأمن ديالو، وبغات دير عمليات إرهابية داخل المغرب باش تضرب أولا السياحة والأمن المغربي والاستثمارات في المغرب. هادشي كله طبعا، وإذا كانت هذه الدعوة صحيحة وهو ما أشك فيه، فسوف ينقلب كله على الجيش الجزائري الإرهابي كالعادة. بين قوسين المغرب طبعا ملي دخل هذاك الإرهابي وحصلوه عنده الكلاشينكوف والطلقات النارية، طبعا راه محبوس وكاين تحقيقات معه على أعلى مستوى، ولكن تم نشر الدرك الحربي على طول الحدود المغربية مع الجزائر بعد هذه الحادثة. بالفعل تم نشر الدرك الحربي باش ما يتسلل حتى شي واحد هاز الأسلحة كيف كانوا كيتسلوا، لأنه قبل شي 3 ديال الأسابيع بالفعل عاوتاني لقاو سودانيين ولقاو تشاديين ولقاو معاهم جزائريين اللي دخلوا من الحدود مع الجزائر. طبعا تم القبض عليهم والتحقيق معهم وإرجاعهم منين جاو. فهاد المعاتيه هم إرهابيون، في التلفزات ديالهم يدعون إلى الإرهاب في المغرب، وقال لك هما نايضين يدافعوا على المهاجرين اللي هجموا على الشرطة المغربية وداروا بزاف ديال الضحايا من رجال الشرطة المغاربة، واللي داروا الفوضى وداروا الرعب في مدينة الناظور. هادو اللي خلاو أنهم كاين مهاجرين سريين اللي كيتم القتل ديالهم من طرف البحرية الجزائرية، ومنهم في أيام اللي فاتت وحدة مغربية والطفل ديالها اللي البحرية الجزائرية هرست ليهم القارب ديالهم، دخلت فيهم بالعاني وهرست ليهم القارب ديالهم وقتلاتهم. الجزائر اللي كيدينوها جميع التقارير ديال الأمم المتحدة بسبب الهمجية والعنف اللي كيعاملوا به المعتقلين، اللي هما فقط الناس اللي كانوا باغيين يديروا الحراك واللي كانوا مساهمين في الحراك. أيضا قتل المهاجرين السريين، رمي السوريين والفلسطينيين في صحراء النيجر، وزيد من بلا ما نساو العشرية السوداء، بلا ما نساو جمال إسماعيل، وزيد من الجرائم ديالهم اللي كتبان في واضحة النهار. غير هادوك المحتجزون في البوليزاريو شحال من واحد فيهم تقتل، 2 تحرقوا حيين، وزيد خلاو داكشي كله وجايين يدافعوا على مهاجرين مجرمين اللي دخلوا هذه الأسلحة بنية القتل. نحن نتمنى بأنه وخا يكونوا رفعوا الشكاية ولا ما رفعوهاش، فمجرد هاد العناوين اللي كتداولها الصحافة الجزائرية واليوتيوبرز الجزائريين، وعلى رأسهم بونيف الغبي المعتوه البهيمة،
فكنطالبوا برفع شكاية الدولة المغربية، ترفع بالفعل ترفع دعوى قضائية على هاد المعتوهين وعلى هذاك المعتوه بن قصديرة ولا ولد صديرة أيضا، وجميع من تسول له نفسه التطاول على المغرب. فشوفوا هاد الحقارة دايرين راسهم كالكبرس الملك والحموشي. فنرجو أن باش ترفع عليهم دعاوى دولية باش ما يقدوش يحطوا رجليهم خارج الجزائر، على الأقل أنهم يبقوا محبوسين في هذاك السجن بسماء مفتوحة كيف قال السيد عمر هلال. شكرا بزاف وإلى اللقاء.